سلام. اليوم راح نقدم لكم شوربه لوبيا على طريقتي. جبت باكي لوبيا 500 غرام، بيتها في الماء ليله كامله، وكنت نغير في هذاك الماء باستمرار. كنت نفخت اللوبيا غليتها لمده ساعه في قدر من الماء. جبت راس توم صغير ودرته في الحلوه مع شويه ملح، ومن بعد جبت كوكوطه ودرت فيها الزيت. درت اطراف اللحم اللي عندي ومرسو تاع الدجاج، كل وحده دار على حسب واش عندها، واللي ما عندهاش اللحم والدجاج تبدا تقلي ديريكتومون الثوم. انا ما حطيتش الثوم حتى تغير لون اللحم، نقص لها على نار قليله بزاف وبديت نقلي في هذاك الثوم، ولازم تعسوه باش ما يتحرقش كامل، ما لازمش تحرقوا الثوم. انا راني نوري لكم بلي ديتاي. ومن بعد درت مغرف صغيره ثوم بودره، مغرف صغيره فلفل كحل، مغرف صغيره مملوءه مع كري حلو، ومغرف صغيره طماطم مصبره. خلطوا كامل المكونات. لازم نقلوهم مليح وما لازمش نحرقوهم. فوالا هنا راهم تقلاو. جبت ماء سخون يغلي وفرغت على 3 دفوعات. قيس ما يتغطى اللحم باش يقدر يطيب في الكوكوطه. هنا سقمت مليح اللحم وغلقت عليهم الكوكوطه وخليتهم طابوا واحد الربع ساعه هكاك. بالنسبه للوبيا، جبت باكي لوبيا تاع 500 غرام، بيتو ليله كامله في الماء، واشاك فوا نغير الماء. بعد درت اللوبيا في قدره في ماء تغلي وحدها، خليتها تقريبا ساعه. ومن بعد كي وجدت لي المرقه تاع اللحم الحمراء اللي شفتوها، حطيت فيها اللوبيا بالماء ديالها اللي كانت تغلي فيه باش تكمل طياب مع هذيك لاصوص الحمراء. خليتها ربع ساعه، فتحت عليها، درت لها الكمون وزدت لها الملح وشويه طماطم مصبره قسم مغرف صغيره. عاودت غلقت عليها 10 دقائق برك باش تتجمر. فوالا هاي لك النتيجه النهائيه. وكاين اللي عندهم مشكل في اللوبيا تاعهم ما طيبش، بقاو ديروا في نفس المراحل وتقدروا تزيدوا ماء مغلي حتى تطيب لكم. فوالا هاي لك لاصوص كيفاش جات. اللحم جا طري بزاف، والمرسو تاع الدجاج هذاك داب لداخل نسيتو. الدجاج ما تخلوش يطول. جات لاصوص خاطره بالبزاف، وجات يعني حلوه بلا ما درت لها لا زروديه لا خضر لا والو. جات ما شاء الله. ان شاء الله تتبعوا الخطوات وتجربوها، وبصحتكم.